النهارده هنشوف اجمد مكان بيبيع كبده اسكندراني في اسماعيليه، وهجيب معايا ملك المقارنات في اسماعيليه كلها واشهر فود بلوجر، وهنشوف الاكل رايق ولا هنتضايق. يلا المقارنه دي هتكون بين اشهر 4 اماكن بتعمل كبده اسكندراني، وهي كبده مصر وكبده الرايق وكبده خطاب وكبده اسكندراني. وزي ما احنا معودينكم نشتري من بعيد ومش هنعرف حد ان الاوردر ده للتصوير عشان ما يطلعش متظبط ويطلع لنا زي ما بيطلع لكم بالظبط. هما بقوا 5 مش 4، جبنا واحد زياده وهو كبده مسعد. معاذ هيبدا من الارخص للاغلى، واول واحد ب 10 جنيه كبده مصر. بيطلع معاه مخلل الساندوتش زي ما انتم شايفين كده. 10 جنيه يا جدعان، انت متخيل اصلا ان الرغيف لوحده حوالي 2 جنيه؟ نجرب. اللي بعده في عضه وحشه. تاني واحد وهو مسعد وب 10 جنيه برضه، بس ده احسن صراحه من كبده مصر. اللي بعده يلا. ده الحراق ب 15 جنيه. افتح معلم، حته صغيره خالص لي انا. ده شكله يا جماعه 15 جنيه. بسم نجرب. الله. حلو ده خالص. دونت عليه. كبده اسكندريه وكان ب 20 جنيه الشكل. انا حرفيا بالنسبه لي انا كمنصور كبده تقريبا كلهم بيجيبوها من نفس المصدر، بس كبده الحراق شويه تحس الكبده ما قديمه معموله. أيوة. وقديمه شويه، لكن بايته. كلهم نفس الطعم، نفس الكبده، نفس التقطيعه، مفيش التقطيعه بتاعت اسكندريه اللي هي العصافير دي. اللي بعده يلا اغلى واحد هو ب 25 جنيه. ده اخر واحد كبده خطاب وب 25 جنيه، بيطلع معاه دقه فلفل. نجرب. العيش كويس قوي صراحه، يعني ده احسنهم. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي وتكتبوا لنا في الكومنتات ايه اكتر محل كبده اسكندراني انتوا بتحبوا تاكلوا من عنده. لو عجبتكم فكره المقارنات دي اكتبوا لنا نقارن بين ايه تاني. سلام.